هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، أهلا ومرحبا بكم. فيما يلي نقدم إليكم فقرات برامجنا لهذا الأسبوع، والبداية مع مقال بعنوان زنزانات الموت في إريتريا، آلام تتجدد حتى يطلق سراح المعتقلين. يليه برنامج حوار الوفاق مع الأستاذ عبد الفتاح ود الخليفة للحديث عن الكتاب الذي أصدره والذي يتناول فيه القاضي محمد مرانت بعنوان قصة كفاح ونضال واختفاء، الحلقة الثالثة. وأخيرا برنامج سيرة معتقل نتناول فيه اليوم الأستاذ عبد العليم محمد علي زرعوم، إعداد وتكرن تقديمها لنا. متابعة طيبة نتمناها لكم. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. زنزانات الموت في إريتريا، آلام تتجدد حتى يطلق سراح المعتقلين. السجون الإريترية السرية منها والمعلنة تعج بآلاف المعتقلين دون مراعاة لأدنى حقوق الإنسان وكرامته الآدمية. فقد صممت هذه السجون بطريقة مخالفة لحقوق السجين، فهي عبارة عن مسالخ بشرية لتصفية الخصوم المتوهمين وإمعانا في الإرهاب والتنكيل. هناك نوعان من السجون في إريتريا، أحدهما فوق الأرض والآخر تحته، يقضي السجين فيهما مدة تتراوح بين الموت تحت التعذيب وفقدان العقل أو فقدان البصر. ويختلف مهام كل سجن عن الآخر، فسجون الحاويات الحديدية توضع في أشد المناطق حرارة مثل مناطق طيعو على ساحل البحر الأحمر بدنكاليا، وهي مخصصة للتصفية الفورية جراء حرارة الشمس العالية التي تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية، على حاويات مغلقة الأبواب على سجين مقيد اليدين والرجلين بداخلها في وضع شبه جهنمي. أما السجون السرية تحت الأرض عبارة عن غرف ضيقة مظلمة أنشئت تحت الأرض معزولة عن أشعة الشمس والإضاءة والهواء، وهي مخصصة للقتل البطيء جراء التعفن والظلام الدامس الذي يؤدي إلى فقدان البصر وفقدان العقل تحت التعذيب والإرهاب النفسي والأذى البدني. وليس للمعتقل حق التظلم ضد هذه المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها من الجلادين داخل السجن، وقد يقضي أكثر من 20 سنة داخل السجن دون أي استجواب، وقد يخرج منه بعد سنين طوال بعاهة مستديمة دون أن يعرف أسباب اعتقاله أو محاكمته. وكثير من المعتقلين مات من جراء الضغط النفسي لحرمانه من حق الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي يدافع عنه، معزولا مدى الحياة عن أسرته وعن المجتمع، يصبح ويمسي على صرخات وأنين السجناء، وليس من حقه الحصول على المعلومات عن أسرته، وليس لأسرته أيضا أو منظمات حقوق الإنسان الحق في الحصول على المعلومات عنه وعن مكان اعتقاله في سجون النظام المتهرب من الإفصاح عن حال المعتقلين ومكان اعتقالهم، خوفا من الإدانة الدولية له، لأن هذه السجون عبارة عن مجازر بشرية يمارس فيها التعذيب الممنهج بأبشع صوره لقتل المعتقلين نفسيا من خلال مشاهد التنكيل وبث الرعب والإهمال، من تلقي العلاج عند المرض وترك السجين يواجه مصيره المؤلم حتى الموت ليفسح المكان لغيره بعد كانت أوصاله الممزقة. وكثيرون على الطريق ينتظرون نفس المصير في حالة نفسية سيئة. لا كرامة للمعتقل الإريتري حيا كان أو ميتا، فخبر موته يخفي عن أسرته، فلا يطلب منهم استلام جثته والتوقيع عليها، بل كما سجن في ظروف غامضة يموت في ظروف غامضة، ويوارى الثرى في ظروف غامضة لا علم بها لعائلته.
التي تنتظر صباح فجر مجهول تبشر فيه بقدومه، وربما رحلت من الدنيا بعد طول انتظار قبل أن تحقق أمنيتها. جرائم النظام الإريتري بحق السجناء العزل لا حصر لها، فما خفي منها أعظم وأبشع مما يتصوره الناس. ومن خلال هذه السطور آمل أن تصل صرخة المعتقل الإريتري إلى العالم الحر، آمل أن تصل صرخة المعتقل الإريتري إلى العالم الحر وجميع المهتمين بحقوق الإنسان في العالم. بقلم محمد إدريس جنادلة، سويسرا. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. حوار الوفاق. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء في داخل إريتريا الحبيبة وخارجها. نرحب بكم في برنامج حوار الوفاق في هذه الحلقة الثالثة من حوارنا مع الأستاذ عبد الفتاح ود الخليفة حول كتابه مرانة الشيخ القائد، قصة كفاح ونضال واختفاء، والذي يوثق حياة عميد المعتقلين الإريتريين الأستاذ محمد مرانة. مرحب بك أستاذنا عبد الفتاح في هذا اللقاء الثالث، ومرحب بجمهورنا العزيز في الداخل والخارج. في هذا اللقاء أستاذنا الفاضل نريد منك أن تحدثنا عن العنوان الذي كتبته وقلت فيه بأن لعبة كرة القدم أوصلت الشيخ إلى باب السجن، والعنوان الآخر تقول فيه المأزق، وعنوان ثالث تقول فيه ليلة القبض على مرانة. حدثنا عن هذه العناوين الثلاث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة في إذاعة الوفاق، وأخص الأخ الأستاذ محمد الخير. تقريبا هو طبعا ما حنقدر نتحدث عن الكتاب بالتفاصيل، ولا الناس ما حتقرأ الكتاب معنا، ولكن ندي يعني رؤوس أقلام زي ما فعلنا المرة الأولى والمرة الثانية. الأخ محمد الخير سألتني عن عنوان في الكتاب، فيه عنوان جانبي يقول لعبة كرة القدم أوصلت الشيخ إلى باب السجن. في هذا حقيقة هو صحيح، هي لعبة كرة القدم هي حبكة الخيوط المؤامرة على الشيخ وعلى زملائه، وهي باختصار الشديد في مدينة كرن في فرق مختلفة، وأنا ذكرتها في الكتاب. منها الفريق العريق عنسبة، وفريق الساحل، وفي فرق طبعا اضمحلت أو ضعفت مثل المرغني والساحل وماروسو اللي هو الأحمر، ومن الفرق اللي كانت موجودة لحد الثمانينات كمان نقدر نقول، عنسبة والهلال وستيلا وكذا. وكان فريق للجيش، وكان فرق أخرى أيضا، ولكن فريق الجيش كان فريق خالص، كله أعضاؤهم من الجيش الإثيوبي. وفريق ستيلا هو كان فريق مطعم من اسمه ستيلا اللي هو النجمة.
أو النجم بالإيطالية، كان مفروض يكون فريق مكلس، يعني فيه أبناء المولدين إيطاليين وكذا في بداياته، ولكن أخيرا الفريق أصبح كل الأعضاء ومؤيدين وكذا من الشباب بطريقة أو أخرى متعاطفين مع إثيوبيا. هذا الانطباع طبعا تغير، نقدر نقول بعد 75 و 76 إلى أن أصبح كل الفرق من غير فريق الجيش أصبحت إريتريا خالصة. لكن نحن نتحدث الآن ما قبل 75. في الكتاب الوضع اللي كان ما قبل 75 هو الذي أوقع الشيخ في قبضة السجان، وبحكم أنه فريق عنسبة فريق وطني وفريق جبهجي حصل التنافس وانهزم فريق عنسبة في لعبة ما، والفريق الآخر من مؤيدين من الإثيوبيين تشفوا على فريق عنسبة وتشفوا على الجبهة، وبالتالي غضب حاولوا يوقفوا ناس جبهة تحرير إريتريا، والفريق بحكم أنه جل أعضاء جبهة التحرير حاولوا إيقاف هذا العنفوان والفوران والتباهي والاعتزاز بإثيوبيا. فكانت أن اقترح من خلية الجبهة في داخل مدينة كرن، اقترحوا بأنه تأتي رسائل من خارج المدينة ونوعا ما تهدد الناس اللي عاوزين يصطادوا في المياه العكرة في داخل المدينة، وبالذات أعضاء فريق النجم هم ستيلا. وكل الرسائل وصلت وأرسلت من خارج المدينة، وكل الناس كل من وصلته الرسالة أوصلها إلى المخابرات وتخلص منها، إلا مهندس كان في المدينة، مهندس البلدية هو حراري. وهذا الرجل كان يبحث عن من عاوز يبحث العمل الجبهجي المحبوك مثل حبال العنكبوت في المدينة. حاول أنه هو يكتشفه، وأخيرا وقع المحظور وقدر يجند واحد، والواحد أفشى بعد الأسماء والمخابرات اعتقلته، وعن طريقه هو اعتقل البقية الباقية، بمعنى من وجد معه دليل ومن لم يوجد معه دليل. وأخيرا الشيخ تقريبا الشخص الثالث في الاعتقال كان الشيخ محمد مران. لولا الكرة ولولا التنافس الكروي ربما ما كان حتكتشف المخابرات أن الشيخ محمد مران بن السور رجع مرة أخرى للنشاط الوطني السري، وهو كان محتاط وما في شيء يعني ممكن يتقبض عليه. وحتى هذاك اليوم عام 73 يوم 26 ديسمبر 73 ما في شيء دليل مادي قبض في يد الشيخ أو في مكتبه في المعهد الدين الإسلامي أو في منزله، ولكن كرة القدم هي كانت السبب، ووقع المحظور ودخل الشيخ مع 7 آخرين السجن. هذه هي قصة كرة القدم كانت السبب في اعتقال الشيخ. أما
المأزق حقيقة هي نفسه، يعني بما هو المأزق هو استرسال للموضوع يعني الأول، بمعنى أنه كرة القدم هي كانت السبب في أنه تأتي رسائل من جبهة التحرير الإريترية من خارج المدينة. وعندما المخابرات عندما قبضت على أحد الشباب، الباقية تورطوا، بمعنى يعني أنزلهم في مأزق الشاب هذاك. ومن رغم أنهم محتاطين كلهم، كان احتياط 100%، ولكن هو الأخ هذا ورطهم. وطبعا هذا شغل المخابرات دائما. ولكن الشيخ القائد مرانة كان رجل ذكي ورجل شجاع وثابت. كل زملائه قالوا يعني جزء منهم ربما بالعمر يكون أكبر منه أو في عمره، ولكن هو كان بثباته وقوته وشجاعته كان هو الرائد والقائد. فبواسطة ناس خارج الزنازين قدر يجمعهم كلهم في زنزانة واحدة، ويكون يعني المخرج من المأزق أنهم كلهم يقولوا للمحقق في السجن أنهم أعضاء وهم يساعدوا في الاشتراك. ولكن وبعدين عندما تأتي المحكمة، في المحكمة ينكر كل شيء قالوا عند التحقيق. وأما بالنسبة ليلة القبض على مرانة، طبعا هي قبض على واحد من الأخوة اللي هو يوسف، تقريبا كشخصية الرابعة في الاعتقال، بعد ما واحد اسمه اسمروم، بعدين واحد اسمه أبابة قرزقير، بعدين باشمهندس إدريس موسى دافي. قبض على يوسف الأخ مسؤول الطلبة، الأخ يوسف عمر ألف. وبحكم أنه هو رئيس الطلبة كان يوسف طلب منه الاعتراف من هو قائده، ولكن حتى هو لم يقل أنا أعرف منزله، هم كانوا عارفين. بالليل حققوا مع الأخ يوسف، وفي الصباح اقتاد يوسف نفسه إلى منزل الشيخ وقبض على الشيخ ومعهم يوسف ونزلوا من جبل عد حباب في كرن، مكان ما كان يسكن الشيخ. والشيخ أصبح نزيل أحد زنازين سجن كارشيل في كرن. هذه يعني ليلة القبض، يعني هو الشيخ كان في منزله متوكل على الله ثابت وقنوع، ولكن الليل كل الشرطة والمخابرات كان يحققوا مع زميله يوسف رئيس مجامع الطلبة في المدينة. وحتى يعني أتعبوه وعذبوه بالصعق الكهربائي وبالضرب وكل شيء حتى يعترف، وهو رفض، أو كمان لم يعترف بأنه يعرف من بعيد ولا من قريب الشيخ مرانة. وكما ذكر هو لي شخصيا أنه هو لم يرى مرانة أبدا ولم يقابله، إنما كان عبر شخص آخر يتلقى منه المعلومات والأوامر
وهو يوصل من ناحيته الاشتراكات والمعلومات عن طريق نفس الشخص. هذه هي قصة لعبة كرة القدم التي ورطت الشيخ، والمأزق الذي وقع فيه كل الأخوة بسبب الرسالة ثم القبض على الشيخ مرانة. شكرا جزيلا للأخوة في إذاعة الوفاق، وشكرا للأخ محمد خير. أشكركم جميعا، والسلام عليكم حتى ألقاكم مرة أخرى. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. إخوانك، أهلك، أبناء وطنك يرزحون في السجون منذ أكثر من 20 عاما. كن معهم ولا تنساهم في قيائب السجون. الحرية للمعتقلين.
الأستاذ عبد العليم محمد علي زرقوم. مستمعي إذاعة الوفاق، أهلا ومرحبا بكم. عصابة الهجدف ومنذ ظهورها الأول في الساحة الأريترية اتخذت من الإخفاء والتصفية الجسدية وسيلة للتخلص من المناضلين الشرفاء، فكم تلطخت أيديها بدماء المناضلين في الميدان، وكم أخفت عددا منهم قسرا ولم يعرف مصيرهم حتى الآن. ولعل القاضي محمد مرانة هو خير مثال لمن ذاق مرارة سجون المستعمر الأجنبي والمستعمر الوطني على حد سواء، فقد اعتقل مرتين قبل التحرير على يد العدو الإثيوبي، ثم بعد التحرير على يد عصابة الهجدف، ليس لذنب جناه بل لأنه قاوم المستعمر عبر جبهة التحرير الإريترية، ليتحد العدو الإثيوبي والهجدف على حرب الشرفاء من أبناء الشعب الإريتري. ثم استمر مسلسل الاعتقالات وشمل عدد كبير من الأحرار في العام 92 و94، وحتى يومنا هذا لا أثر لهم، هل هم أحياء أم أموات؟ ليلحق فيما بعد كل من تجرأ بالسؤال عنهم، إذ تقدر المنظمات الدولية عدد معتقلي الرأي والضمير في أريتريا ب10,000 معتقل. وفي إطار تغطيتنا لملف الإخفاء القسري في إريتريا عبر إذاعة الوفاق، برنامجا بعنوان سيرة معتقل نسلط فيه الضوء على سير المعتقلين وأوضاع أسرهم، لعلنا نسهم في التعريف بقضية المعتقلين. واليوم نتناول سيرة الأستاذ عبد العليم محمد علي زرقوم. في قرية وازنتة الراقدة في ضفاف نهر عنسبة كان مولده، وفي عام انطلاق الكفاح الإريتري المسلح كان مقدمه إلى الوجود، فرحت أمه به إذ ذاك لا توصف، ولعلها تفاءلت بمقدمه، فكما كانت ثورة عواته ورفاقه لتحرير البلاد والعباد من نير الاستعمار الإثيوبي، فسيقوم هذا الوليد في مقبلات أيامه بالدور ذاته مع رفاقه، يحررون الشعب من عبودية الجهل وبرتنا التخلف، ويأخذون بيده نحو مدارج الرقي العقلي وبناء الشاب الأريتري الواعي الذي يحمل هم الإسلام ويعيش لدينه. حدث حريق عنسب المشهور ولم يتجاوز الطفل 7 من عمره، ولجأ أهالي قرى البيزجوك وما حولها إلى مدينة كرن المجاورة. دخل الطفل عبد العليم تلك المدينة التي أحبها فيما بعد أكثر من أي مكان آخر في هذا الكون. قدر له السفر نهاية عام 77 1900 في بعثة دراسية إلى السعودية، بعد أن أكمل المرحلة الابتدائية والصف الأول المتوسط في معهد عنسبة وزنتة الإسلامية بكرن، ليعود منها عام 87 1900 خريجا يحمل ليسانس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض من كلية أصول الدين قسم السنة وعلومها. ظل في كرن يعلم ويدعو ويرشد إلى أن تم تحرير إريتريا في مايو 91 الذي صادف وجوده في الديار المقدس لأداء العمرة. عاد يحمل هم الوطن وكله لهف لرؤيته في حلته الزاهية وثوبه القشيب ولونه الجديد، وقد انزاح عنه الكابوس وطرد منه المستعمر. لم تمض على عودته سوى 10 أشهر حتى تم اعتقاله من منزله عقب صلاة المغرب في 14 من أبريل عام 1992 مع 8 آخرين من خيرة المعلمين والدعاة في مدينة كرن. أسباب اعتقالهم وما هي جريرتهم وأين هم الآن لا يعلم عن ذلك أحد حتى الآن سوى من اعتقلهم. فرج الله كربتهم وفك أسرهم وردهم إلى أهلهم سالمين. بقلم الأستاذ واتكرن. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.